ما ستشاهدون في السنابات القادمة أمر لا يصدقه عقل بشري. كانوا ينكرون محاكم التفتيش، حتى سقطت أسبانيا بيد الفرنسيين إبان حملة نابليون بونابرت، واكتشف الجيش الفرنسي بالمصادفة تحت أقبية الكنائس هذه الأدوات البشعة لتعذيب المسلمين. بعد سقوط الأندلس تجسد الحقد الصليبي في محاكم التفتيش، وانشئت هذه المحاكم بالاتفاق بين الفاتيكان في روما وملكة أسبانيا إيزابيلا وزوجها فرديناند. الهدف من هذه المحاكم كما يزعمون هو تطهير أسبانيا من الإسلام والمسلمين. هذا أحد أبناء المسلمين مقبوض عليه ومودع في السجن في محاكم التفتيش. سيلقى هذا الفتى أشد أصناف العذاب. تفننوا في صنع آلات التعذيب. هذه أقنعة حديدية على شكل حيوانات، الهدف منها كتم عن الكلام مثل هذه الصورة. وهذا كرسي الاعتراف الحديدي المسنن، يجلس عليه المتهم ويشدون عليه الحديد حتى يلقى الموت مثل هذه الصورة. وهذه أدوات التعذيب الحقيقية. وهذا الكرسي مخصص لتمشيط الجسم، تمشيط اللحم عن العظم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يربطونه ويشدونه بهذه البكرة الحديدية. هذه آلة شواء البشر، شواء المسلمين بالأندلس. يربطون بهذه الطريقة. كانوا يعدمونهم حرقا بالنار في الأسواق. ليست مناشير خشب، كان ينشر فيها المسلم حيا حتى الموت. وهذا الصندوق البشع ايش تتوقعون بداخله؟ الموت طبعا، مسنن من الداخل. يضعونه في الداخل ويغلقون عليه، والحديد يدخل ويتخلل جسده. تفننوا في صنع الخوازيق. يربطون المسلمين والمسلمات بهذا الحديد ويجلس على هذا حتى الموت. هذه الآلة مخصصة لنزع المفاصل عن بعضها. وهنا تثبت الأرجل بالمسامير ويجر الجسد حتى يتمزق. ما هذه البشاعة، ما هذا الحقد. الميؤوس منه من المسلمين يوضع في القفص ويعلق في المدينة ويترك حتى يموت جوعا وعطشا ويصبح هيكل عظمي. هذه أدوات الوسم بالصليب، يضعونها في النار حتى تحمر ويسمونهم فيها، واسمين الصليب على صدره بالنار. هذا حزام العفة إذا تعرفونه، اقرأوا عنه. هذه الأدوات كانت توضع في الدبر أعزكم الله، تدار وتفتح حتى تقطع الأحشاء الداخلية للإنسان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المقصلة المعروفة، وهذا مخصص للإعدام لقطع الرؤوس. وهذا لبس الجلاد اللي يقومون بالتعذيب، كانوا يغطون وجيههم مخافة الانتقام. الإعدام بالفأسة والسيف كان يتمناها الأسير في محاكم التفتيش في كل وقت كي يتخلص من هذا العذاب. وما أكثر المتباكين اليوم على محرقة اليهود في الحرب العالمية الهولوكوست. وعزائي لمسلمي الأندلس لا بواكي لهم.